كتبدا تجري، ولكن مع كيدوز شويه كتحس قلبك باغي يخرج من بلاصتو، النفس بدا كيتقطع وما كتقدرش تكمل ولو حتى خطوه. عادي جدا، ما كاينش اللي ما دارش من هذيك المرحله. داكشي علاش في هذا الفيديو غنبسط لك الامور لاقصى درجه، وغنوريك اسهل طريقه باش تقدر تربي سوفل وتولي تجري مسافات طويله بلا ما تعيا. اول حاجه ركز على المسافه ونسى شي حاجه سميتها السرعه. ما تتوقعش انه مع غتبدا تجري غتولي تجري بريتم طالع، لا، غير نسى شي حاجه سميتها الريتم طالع. جري ما بين 3 المرات حتى 4 كحد اقصى. غدير توقيت ما بين 30 دقيقه حتى 45 دقيقه بريتم اللي مريح بزاف بزاف. كيفاش تعرف راسك بانك غادي بواحد الريتم اللي مريح؟ الا كان معاك مثلا شي صاحبك هضر معاه، الا كنتي كتهضر والتنفس ما كيتقطعش وما حاسش براسك كتنهز، هذاك هو الريتم المريح ديالك. مثلا ما معك شي صاحبك هضر غير مع راسك، حفز راسك، قول غادي نكمل في الجري وما غاديش نستسلم وغنوصل لشي مستوى اللي زوين. كما قلنا الا كنتي مرتاح التنفس ما كيتقطعش، هذاك هو الريتم المناسب، كمل عليه. الا كان العكس مباشره خاصك تنقص السرعه وتمشي بريتم اللي مريح بالنسبه لك. والا ما قدرتيش حتى هذاك الريتم تجري به لمده 30 ولا 45 دقيقه ساهله. غتقسم الجريه ديالك مثلا 2 دقائق بهذاك الريتم المريح، موراها غدير 1 دقيقه ديال المشي اللي غتحاول تريكيبيري فيها، تنفس مزيان، طلع الهواء من نيفك وخرجوا من فمك وكمل حتى تكمل التوقيت ديالك. ثاني حاجه الاستمراريه، خلي عندك الصبر، ما تتوقعش نتائج اللي سريعه. الا توقعتيهم دغيا غادي تمل وتوقف. باش تشوف نتائج اللي زوينه خاصك ما بين شهر حتى شهرين ديال الخدمه، وغادي تشوف نتائج اللي واعره. ولكن باش تقدر تستمر خاصك تخلي الجري ممتع، مثلا جري مع صحابك، دير شي حاجه في ودنك تسمع ليها بحال بودكاست او لا موسيقى اللي غتخلي العقل ديالك مشغول ومستمتع. بهذه الطريقه ما غاديش يتسوق العالم ولا هذاك الصوت اللي كيقول لك وقف، ملي كتحس بالقلب ديالك باغي يخرج من بلاصتو. ومثلا بدل الطريق اللي كتجري فيها، كل مره جري في بلاصه جديده، مره في غابه، مره مثلا في البحر، مره في شي بلاصه زوينه في المدينه. هكا غتخلق واحد الروتين اللي غيخليك تكمل في الجري وتستمر. ثالث حاجه واهم حاجه، ما تقارن راسك بحتى شي واحد. هاد النقطه مهمه بزاف، خصوصا في هذا الوقت السوشيال ميديا. كتبقى تسكرولي كتشوف ناس كيجريو بارقام خياليه، 5 كيلومتر في 12 دقيقه، 10 كيلومتر في 34 دقيقه. نسى عليك داكشي. ما تقارنش الحلقه الاولى ديالك مع ناس واصلين للحلقه 50، لا، ركز على التطور ديالك. المنافس الوحيد ديالك هو الشخص اللي كنتي البارح. حط اهداف ديالك خدم عليهم، مثلا دير واحد الاوبجيكتيف اللي غادي تجري نصف ماراطون في توقيت اللي زوين وخدم عليه نهار بنهار. هذا هو الهدف ديالك، ماشي الهدف ديالك تسبق شي واحد او لا تفوت شي واحد. هكا غتقدر تستمر وما غتقدرش تحس بالاحباط اللي بزاف كيحسوا به من كيقارنوا راسهم بناس اخرين، وهاد الحاجه كتخليهم يوقفوا. في الاخر ما عمرك غادي تندم انك بديت تجري، حيت الجري بحال المعجزه، كيحسن اللياقه، كيحسن النفسيه وحتى العقليه. داكشي علاش بدا وكمل وكمل. الاستمراريه كما قلنا مهمه، وواحد النهار غادي تشكر راسك بزاف على هاد الخطوه.